السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة قلت هعمل هريسة الشطة. زي ما انتوا شايفين كده جايبة فلفل أحمر. قطعت اللي هي الحتة اللي بتبقى من تحت دي، وزي ما انتوا شايفين سايباه كده ايه بالبذر بتاعه. هبتدي بقى اخلطه في الخلاط عادي جدا زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تقطعيه قطع صغيرة، وممكن تسيبيه كده صحيح كده، والخلاط هو اللي ايه هيهرسهولك. هحطه بقى بالهاند بلندر، بس قبل ما احطه هحط عليه فنجان من الخل. فنجان القهوة كده اللي احنا بنشربه ده، لا هحط فنجان من الخل على الفلفل زي ما انتوا شايفين كده، علشان الخلاط ايه يضرب معانا. ماشي تمام لحد كده يا حبايبي. وبعد كده هنبتدي ايه هنحط بس الخل كده علشان نضرب بالهاند بلندر. انا مش عايزاه يتضرب كله كده مره واحده ويبقى ناعم خالص، لا انا عايزاه يكون خبطتين تلاتة لحد ما يبقى خشن شويه معايا. انا مش عايزاه ناعم جدا زي الطماطم كده، زي ما تبقى عصير والكده لما بنخلطه في الخلاط، لا. زي ما انتوا شايفين كده القوام بتاعه اهو، وكده كويس جدا معايا، ودي الدرجة اللي مطلوبة. زي ما انتوا شايفين البذرة اهو صحيح، ما خلطش جامد اهو، سميك شوية، ومش زي عصير الطماطم اللي احنا بنضربه في الخلاط. ده تمام لحد كده. لو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي ما تنسيش تضغطي لايك، ما تبخليش عليا باللايك، وتشتركي في القناة لو لسه اول مرة تشوفيني. لحد كده عملنا ايه، خلطنا الفلفل مع فنجان الخل، وكده حطيت 10 فصوص توم مهروسين كويس قوي قوي، بتقلبي فيهم كده مع بعض. وبتجيبي بعد كده كسرولة وبتحطيها على النار، وبتحطي معلقتين من الزيت وعليهم معلقتين من الصلصة او معلقة واحدة اللي موجود عندك، معلقة او معلقتين، لان هي بتديله لون. وبتبقى بتخلي قوامه متماسك شوية، وكمان طعمه بيبقى تحفة. حطيت كده الكسرولة على النار، وحطيت معلقتين من الزيت ومعلقتين من الصلصة، وقلبتهم مع بعض شوية كده. وكمان نزلت عليهم بالفلفل الأحمر المضروب في الخلاط كده. وخلي بالك طبعا لما تنزلي بالزيت ومعلقتين الصلصة تخليهم يتسبكوا شوية مع بعض، علشان الصلصة تطلع اللون اللي فيها زي ما انتوا شايفين كده. بتطلع اللون. وبعد كده هضيف على طول بسرعة الفلفل علشان ما تتحرقش معايا. وبعد كده هسيب الصلصة مع الفلفل يعني يغلوا شوية مع بعض، غلوتين كده مش اكتر. وبعد كده بتسيبهم على جنب لحد ما يبردوا خالص. وبتكوني طبعا جايبة برطمانين ازاز او بلاستيك اللي عندك، بس يكونوا لازم متعقمين كويس قوي، لازم تعقميهم كويس قوي قوي بالخل. وتسيبهم كده لحد ما ينشفوا. طبعا انا حطيت على الهريسة كده ملح. وبعد كده لما بيبردوا خالص بتحطيهم جوه البرطمانات دي، لما تيجي تخلصي وتحطيهم. بعد كده بتحطي عليهم طبقة زيت صغيرة، وبتقفلي البرطمان كويس قوي قوي وتحطيه في التلاجة. ده كده هيقعد معاكي من السنة للسنة ومش هيبوظ منك خالص، وهتطلعي منه كده بمعلقة نظيفة. وتقفليه على طول علشان ما يدخلوش هوا كتير.